السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الفيديو الرابع من بروجكت سبيشال كيس تاريخ 16 مارس 2023. في الفيديو ده أنا ضفت كذا فيتشر، أهمهم الفيتشر بتاعت الوول راننج، صلحت فيها شوية حاجات، والأنيميشن بتاع الوول راننج بقى موجود. هو الأنيميشن بتاع الوول راننج أصلا هو الأنيميشن بتاع المشي، بس أنا عدلت فيه شوية حاجات بحيث إن هو يبقى شكله كأنك بتجري على الحيطة لفوق. حاجة كمان السيستم بتاع الكلايمنج اللي هو اللي فات كان شغال ازاي؟ بان في زي تو سفيرز كبار بيعملوا ديتكت هل اللاعب يقدر يطلع فوق الاوبجكت ولا لا. يعني في اوبجكت قدامك وفي فوقيه مساحة ان اللاعب يعمل كلايمنج عليها ولا لا، وبناء عليه بيشغل السيستم بتاع الايه الكلايمنج. الوول راننج مختلفة شوية. في الوول راننج انا عامل 5 سفيرز اللي هما اللي لونهم ابيض دول، بيعملوا ديتكت لاي اوبجكت قدامك. لو الاوبجكت دوت خبط فيه 3 او اكتر من السفيرز ديت اللي هي اول 2 تحت، لا ال3 اللي فوقيهم، لو اي واحدة فيهم خبطت في الاوبجكت ساعتها بينفع الايه اللاعب يعمل له وول راننج. اقل من كده الاتنين اللي تحت بس او واحدة بس اللي هي اللي تحت، الوول راننج ما بيشتغلش. فانا عامل كده عشان ايه؟ في اوبجكتس صغيرة آه مش مستاهلة ان احنا نشغل لها الوول راننج سيستم، يعني هيبقى شكلها مش واقعي. وصلحت كمان الحتة ديت اللي هي الرامبس الصغيرة. في الأول كان لما بيخبط فيها بياخد فورس لفوق، بيحصل كوليجن فاللاعب بياخد فورس لفوق، فما بيعرفش ما بيعرفش يثبت فوقيهم يعني. في حاجة تانية برضو في الوول راننج كنت خدت بالي منها، ان الوول راننج شغال ازاي؟ بيديتكت هل في حيطة ولا لأ بناء على السفيرز ديت، وبعد كده بيبتدي يرفعك لفوق، بتاخد الفورس بتاعة الوول راننج لفوق، ولكن مش بيقربك من الحيطة. يعني ايه؟ يعني لو الحيطة اللي قدامك مايلة شوية لجوه لقدام، ممكن تلاقي فجأة السفيرز ديت مش عاملة ديتكت لأي حاجة، اللي هي السفيرز بتاعت الوول راننج مش عاملة ديتكت لأي حاجة. وهي مش عاملة ديتكت لأي حاجة، هتلاقي فجأة الوول راننج فصل، هتلاقي اللاعب بقى ايه؟ في وضع الفولينج او الفري فولينج على حسب المسافة اللي هو ايه بيقع منها. وحاجة تانية انا كبرت الكابسول شوية بتاعة اللاعب عشان برضو الوول راننج ايه يبقى احسن، يبقى اللاعب واخد وضعه كده، لانه هو رفيع في الاول كان في اوبجكتس صغيرة بايه بتحول ما بينه وما بين الحيطة اللي قدامه، وهو اتخن بقى بيزق الاوبجكتس ديت او بيعملها زي ماسك، بيعديها من الري. ديت حاجة من الحاجات اللي انا ضفتها. ايه تاني؟ اللاعب ساعات بيبقى واقف على رامبس او اللي هي بتبقى ارض بس مايلة شوية، فالارض اللي مايلة شوية ديت اللاعب كان بيتزحلق من عليها. فعشان احل المشكلة ديت عملت فيزيكس ماتيريال بتخلي اللاعب ايه ما يتزحلقش، اول ما يقف على حاجة الفريكشن يبقى عالي فيبطل يتزحلق. بس طبعا دوت ما بيبقاش كويس على طول. ليه؟ لان ساعات اللاعب بيبقى خابط في حيطة، بيبقى لامس الحيطة اللي جنبه مثلا، فلو اللاعب ما بيتزحلقش او الفريكشن بتاعه عالي هتلاقي ان الحيطة اللي جنبه مخليه مش عارف يحود، مش عارف يروح يمين او شمال طول ما هو لامس الحيطة، فدي مشكلة. فالحل بتاعها ان انا رحت عامل 2 فيزيكس ماتيريال. الفيزيكس ماتيريال ديت اللي هي اللي بتتحكم في الايه في الفريكشن، الاحتكاك ما بين اللاعب والارض او العالم اللي حواليه، او الباونسنج بتاع الايه اللاعب برضه والعالم اللي حواليه، فتلاقيه بيتنطط لما بيخبط في ارض وهكذا زي الكورة يعني. فالحل ان انا رحت عامل 2 فيزيكس ماتيريال بيبدلوا ما بين بعض. واحدة وانا بتحرك، لما بكون بتحرك بمشي يعني وكده الفيزيكس ماتيريال اللي فيها فريكشن قليلة بتشتغل، ولما بكون واقف الفيزيكس ماتيريال اللي ليها فريكشن عالية هي اللي بتشتغل عشان اللاعب يبطل يتزحلق. هو دوت اللي انا عملته عشان اصلح المشكلة بتاعت الفريكشن، بس الفريكشن ديت يعني. وبس دوت الفيديو بتاع النهاردة. سلام. وبس دوت فيديو النهاردة، ولو عجبكم المحتوى اعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي افكار جديدة حابب ان احنا نعملها يا ريت تكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. سلام.